عمرك سألت نفسك ايه البتاعة دي وازاي البتاعة البلاستيك دي هي اللي تخليك يا اما تطلع الاسانسير يا اما ما تطلعش؟ ما هو مش سحر يعني، ولو انت شايفه سحر تعال نفك السحر. البتاعة دي اللي انت وانت نازل بتقول لهم هاتوا البتاعة بتاعة الاسانسير عشان انزل، دي يا باشا اسمها RFID تاج، اختصار لي راديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن تاج. ما اسمهاش البتاعة دي خالص، اتفروا بقى مش كده. بص هي فعلا بلاستيك، بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان هي جواها الكترونيك سيركت، دايره كهربيه. الدايره الكهربيه دي لما بتقربها للجهاز بقى اللي في الاسانسير اللي هو اسمه في الحقيقه RFID ريدر، اختصار لراديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن ريدر. المهم بيحصل ما بينهم وما بين بعض وايرلس كوميونيكيشن، اتصال لاسلكي، بيقعدوا يكلموا بعض. فالRFID ريدر اللي في الاسانسير بيكلم RFID تاج اللي انت ماسكها ويقول لها انت مين. RFID تاج بترد عليه وتقول له انا محمد الدور الثالث. RFID ريدر يقول لها اوكي تمام اتفضل. فالاسانسير يقوم ايه، طالع او نازل على حسب انت طالع او نازل. المفاجاه بقى اللي انا مش عارف حد لاحظها ولا لا، ان RFID تاج اللي انت ماسكها دي ما بتشتغلش ببطاريه خالص. يعني انت عايز تفهمني ان انت ما لاحظتش قبل كده ان انت عمرك ما غيرت لها بطاريه ولا حتى شحنتها؟ اتق الله يا اخي، اصل الاهتمام ما بيطلبش على فكره. طب تعالى بقى اقول لك RFID تاج بتشتغل ازاي من غير بطاريه. ما هو الموضوع مش سحر يعني، وحتى لو سحر تعالى نفكه مع بعض يا اخي. موضوع بسيط جدا وسهل. الفكره كلها ان RFID تاج بتاخد الباور بتاعها من RFID ريدر اللي في الاسانسير، بس وايرلس يعني من غير اسلاك. بمجرد بس ما انت تقرب RFID ريدر بتاخد الباور بتاعها على طول. طب ازاي اخد اصلا الباور وايرلس؟ هو في كهرباء بتمشي في الهواء يا عم؟ تعالى اقول لك ازاي. دلوقتي انا عندي حاجتين، RFID ريدر اللي في الاسانسير والRFID تاج اللي معاك في ايدك. المين كومبوننت في الاثنين حاجه اسمها مايكرو كنترولر، وده البروسيسور او المخ الذكي بتاع الدايره الكهربيه دي. RFID ريدر بصفه مستمره عماله بتطلع باور كهرباء من خلال حاجه اسمها باور جنريتور، بيجنريت AC باور. دلوقتي الكهرباء دي انا عايز اطلعها في الهواء عشان توصل RFID تاج، فبستخدم حاجه اسمها انتنه بتحول من كهرباء ماشيه في سلك لالكترومagnetic ويفز بتمشي في الهواء، فتمشي تمشي تمشي لغايه لما توصل RFID تاج. هيستقبلها ازاي؟ برضه هيستخدم انتنه عشان تحول من الكترومagnetic ويفز اللي في الهواء لكهرباء تمشي في السلك. بعد كده بدخلها على حاجه اسمها باور ريكتيفاير، ده بيحول لي من AC للDC. عايز اقول لك حاجه، ان الDC باور اللي انا استقبلته ده ضعيف جدا جدا جدا، ومع ذلك بيقدر يشغل RFID تاج لان الدايره بسيطه جدا وسهله، مش محتاج باور عالي خالص. اول ما المايكرو كنترولر بتاع RFID تاج يجي له DC باور بيصحى، واول ما يصحى بيبقى عايز يكلم على طول RFID ريدر يقول له انا مين عشان يفتح له الاسانسير. يروح جاي داخل عامل سيرش في الميموري بتاعته على طول اللي هي اسمها E2P ROM، فيلاقي الداتا اللي مكتوبه جوه انا محمد الدور الثالث، فيروح جاي ماسك الداتا دي وبعتها من خلال الترانسميتر والانتنه ويطلعها ايه في صوره الكترومagnetic ويفز تمشي في الهواء لغايه لما توصل RFID ريدر عن طريق الانتنه، وبعد كده الريسيفر ويوديها للمايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر بيستقبل الرساله ديت ويفتحها، هيلاقي ان هي مكتوب فيها انا محمد الدور الثالث. فعشان يتاكد ان محمد ده فعلا هو اللي معاه في العماره بيخش على الميموري بتاعته اللي هي اسمها E2P ROM ويبدا يعمل سيرش ويشوف هل موجود عنده ولا مش موجود. فهيلاقي عنده مثلا انا عمر الدور الاول، انا محمود الدور الثاني، انا مصطفى الدور الرابع، انا محمد الدور الثالث. فيعرف كده ان محمد ده فعلا هو اللي معانا في العماره، فيروح جاي قايل له اوكي، والاسانسير يقوم طالع بيه او نازل بقى على حسب هو طالع ولا نازل. بس كده الموضوع ما فيهوش سحر ولا اي حاجه. بعد كده بقى لما تكون نازل ما تقول لهمش هاتوا البتاعه بتاعه الاسانسير، قول لهم هاتوا RFID وعلي صوتك وانت بتقولها كده عادي يعني. بس كده، يلا سلام.